في خطوة مهمة جدا، كتير كانوا بيطالبوا بيها وبيستنوها. يمكن اتأخرت شوية أو يمكن الخطوة دي بتاخد علشان سباق الرئاسة الجاي، الله أعلم، مش عارفين. الخطوة دي الدكتور البرادعي النهارده، الدكتور محمد البرادعي رئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية واللي انسحب من سباق الرئاسة، أعلن عن قراره بتأسيس حزب تحت مسمى حزب الثورة. زي ما اتقال، زي ما عرفنا وزي ما فهمنا، ان هذا الحزب هدفه وجمع شمل المصريين علشان يكون نواة الائتلاف ده بيجمع المصريين، بيجمع القوى السياسية ويضم كافة القوى المدنية. في شخصيات كمان محترمة ويعني وكوادر كبيرة موجودة داخل هذا الحزب، شخصيات اقتصادية طبعا. الناشط السياسي الأستاذ جورج إسحاق اللي هنعرف منه تفاصيل أكتر عن هذا الحزب. أهلا بيك يا أستاذ جورج. أهلا يا أستاذ، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني ادينا ملامح أكتر، عرفنا وقربنا أكتر لشكل هذا الحزب. مين موجود من الشخصيات العامة داخل الحزب الدكتور البرادعي؟ احنا عايزين نلم كل الوطنيين في تجمع مؤسسي يجمع كل الثوار وكل الوطنيين وليس الثوار فقط. هذا الذي نفكر فيه، هو تجميع الوطنيين في ائتلاف كبير، ان احنا نبقى جزء من هذا الائتلاف. الجديد في الامر ان وكيل المؤسسين لن يكون الدكتور برادعي لوحده. وكيل المؤسسين في الدكتور برادعي، وفي احد شباب الثوار، في مرأة، في مسيحي، في نوبي، في كل ملامح الوطن. عشان كده احنا بندعو الى هذا الحزب اللي بيجمع كل الوطنيين، والهدف كله انه يبقى في رؤية لخدمة المصريين جميعا، كل فئاتهم، كل مطالبهم، من العمال والفلاحين والطلبة، وكل الفئات دي هتبقى هي الحضن الجامع لكل هذه القوى، بأمانة وبشرف وبإقدام وبجرأة وبشجاعة وبموضوعية. يعني احنا هنحاول نعمل تجمع وطني، وانا عايز اقول انه احنا مش مستعجلين قوي. احنا بنطرح رؤية جديدة بنتناقش فيها. عندما نطرحها سنقوم بعمل مؤتمر صحفي لإعلان مبادئ هذا الحزب اولا، ونطرحه للاعضاء اللي عايزين يخشوا فيه ويتناقشوا فيه. بطلنا نعمل الطبخات سابقة التجهيز، خلص. ضروري اللي يخش في هذا الحزب يحس انه فعلا مشارك حقيقي في بناء هذا الحزب. نبدأ من تحت لفوق، مش من فوق لتحت. هو ده اللي احنا بنفكر فيه حاليا، لكن الاستعجال غير مطلوب. نحن بنشتغل على مرحلة قادمة. انا اعتقد ان هذه المرحلة المرتبكة لن تستمر اكثر من سنة بالكثير بكل تفاصيلها، وتبدأ مرحلة جديدة اللي احنا بنتكلم عليها ان الثورة مستمرة. هذا الذي يحدث ليس من صنع الثورة، هذا بره ابناء الثورة. نحن نريد ان نجمع كل الوطنيين في مشروع. وجهتوا دعوة لمين يا استاذ جورج؟ يعني مين كان موجود في القائمة الأساسية؟ انت عارفة انه النهارده كل دقيقة بيخش 50 مشارك. وصلنا من امبارح بالليل الساعة 11 بالليل لما فتح الموقع ده لغاية دلوقتي حوالي 14,400 منضم. احنا نعمل في الجيل الصغير، هو ده الجيل اللي احنا بنفرح بيه ونسعد بيه، وهو ده اللي هيبني عصر النهضة، مش اي حد تاني. ما حدش يدعي ان هو يعمل عصر النهضة الا هذا الجيل العبقري. شكرا جزيلا ليك الناشط السياسي الأستاذ جورج إسحاق المتحمس لحزب الثورة، هذا الحزب اللي يعني دعا لي الدكتور البرادعي.